السلام عليكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. حبيت نشارك معاكم اليوم هذا الوصفة تاع هذا السفنج اللي جا خفيف ريشة وجا مورق يهبل. هزيت هنا 2 كيلات تاع سميد اللي استعملته تاع كنزة. في كل كيلة درت لها شوية ملح، درت مغرفة كبيرة تاع سكر، درت شوية ما دافي. خلطت كلش ولا يمت العجينة مليح وخليتها واحد 10 دقائق إذا ما كان. ودرت هنا مغرفة كبيرة تاع خميرة، درت عليها ما دافي، خلطتها وغطيتها وخليتها تطلع. حطيت هنا العجينة وبديت نقطع فيها، يعني قطعتها بزاف بزاف. ومن بعد جبت الخميرة هذيك بعد ما طلعت وبديت نضيف لها بشوية في الخميرة، نضيف ونعجن فيها نضيف ونعجن فيها. كل ما تشرب هذيك الخميرة نزيد نضيف لها ونكمل نعجن حتى تشرب. نعجن فيها يعني كل مطلوع. وهنايا بعد ما خلصت هذيك الخميرة لقيتها مازالت تحتاج شوية ما، زدت لها شوية ما، يعني قيس 2 مغارف كبار تاع ما، وكملت عجنتهم. يعني عجنت العجينة وخلاص هنايا راهي وجدت. حطيت هنا الزيت يسخن مليح على نار قاوية ولوزتهم وقرصتهم هكذا رقيق باش ما يجونيش معجنين من داخل، وقليتهم على نار قاوية بزاف، يعني زدت لها النار باش يتنفخوا. كنا نقص لهم للنار ما يتنفخوش. قليتهم وحمرتهم وجاو بصراحة يهبلوا، ربي يبارك والله غير جاو يهبلوا. ولا عجبكم الفيديو ادعموني بجيم واشتراك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم.